النهاردة هحكي لكم عن جريمة من أبشع الجرائم اللي ممكن أي حد يسمع عنها. جريمة خيانة وخلط أنساب حصلت في مصر في مدينة المنصورة. الجريمة دي مش بس هزت المنصورة، دي هزت قلوب كل اللي سمعوا تفاصيلها، لأنها جمعت كل أنواع الخداع والغدر والخيانة اللي ممكن الواحد يتصورها. الأحداث بدأت سنة 2022 واستمرت لحد 2023. بطلة قصتنا اسمها عزة، ست متجوزة وعندها بنت اسمها سارة عندها 19 سنة، وابن تاني اسمه عماد عنده 15 سنة. جوزها اسمه فكري، موظف في شركة حكومية، راجل على قد حاله، هادي ملوش في المشاكل. وعزة ليها أخت اسمها صباح، متجوزة راجل اسمه عصام، وده عايش برا مصر من سنين طويلة. حاول هو ومراته يخلفوا كتير بس ربنا ما أرادش. صباح في الآخر رضيت بقضاء ربنا وقالت خلاص هعتبر عيال أختي عيالي، وخصوصا سارة اللي كانت بتدلعها زيادة عن اللزوم، لدرجة إن في أوقات كتير كانت بتفضلها على أخوها عماد. عزة وصباح شخصيتهم واحدة، ستات لسانهم طويل وقرارهم ما بيرجعش. جوازهم كانوا عايشين معاهم غصب عنهم، مفيش حد يقدر يقول لأ. الفلوس معاهم كويسة، ورثوا من أبوهم عمارة في المنصورة وساكنين فيها، ويقضوا وقتهم كله ما بين النادي والكافيهات، وأي قرار لازم يكون من دماغهم. سارة كانت شبه أمها في كل حاجة، بتحب تخرج وتسهر وتعيش حياتها. أما عماد فكان شبه أبوه، منطوي ومالوش في الدوشة، في حاله يعني. في أجازة نص السنة سارة طلبت من أمها إنها تسافر مع أصحابها الأقصر وأسوان. عزة رفضت، لكن سارة صممت، راحت لخالتها صباح وقالت لها انت عارفة ماما مش هتوافق، لكن انت تقدر تقنعيها. وفعلا صباح كلمت أختها وقالت لها ما تقلقيش وما تكبريش الموضوع، خلي البنت تغير جو يومين. في الآخر وافقت عزة وسارة سافرت. كانت بتطمن أمها كل يوم في التليفون، وبعد أسبوع رجعت وكل حاجة رجعت طبيعية، أو على الأقل باين عليها إنها طبيعية. عدت الشهور وفجأة سارة جالها تعب غريب، ما بقتش بتخرج من أوضتها. عزة بدأت تشك وقالت لها يلا نروح للدكتور، لكن سارة رفضت، لحد ما في يوم جت خالتها وأقنعتها يروحوا سوا للدكتور. وفعلا راحوا، وهناك سمعوا الصدمة للدكتور النساء قالها. رجعوا على البيت وهي مش عارفة تقول ايه لاختها عزة. دخلت صباح وقعدت مرتبكة، لسانها مش قادر يركب جملة على بعضها. عزة اتعصبت وقالت لها في ايه يا صباح اتكلمي. صباح قالت لها الكلمة اللي وقعت عليها زي الصعقة، سارة حامل. عزة صرخت وانهارت وفضلت تعيط، لكن صباح مسكت ايديها وقالت لها اهدي، لازم نتصرف بسرعة قبل ما الموضوع يبان للناس. ولما جابوا سارة فضلت تحكي، قالت انها قابلت شاب في النادي اقنعها انه بيحبها وانهم يتجوزوا عرفي. في الرحلة بتاعة الأقصر كتبوا ورقة جواز، بس الورقة معاه هو، وبعد فترة سابها ومبقاش بيرد. راحوا يدوروا عليه، سألوا على عنوانه، اكتشفوا انه ساكن في محافظة تانية، وساب المكان اللي كان عايش فيه، يعني باختصار نصاب وهرب. الصدمة الأكبر سارة حامل في الشهر الرابع. راحوا للدكتور يفكروا في الإجهاض، لكن الدكتور قال إن جسمها ضعيف والعملية خطر على حياتها. عزة وصباح قعدوا يفكروا في حل، ما لقيوش قدامهم غير حل صعب. قرروا إن سارة تروح تقعد في شقة صباح في القاهرة، تولد هناك بعيد عن العيون، وبعد الولادة صباح تتبنى الطفل وتسجل باسمها هي وجوزها عصام. فكري جوز عزة لأول مرة صوته يعلى واتخانق معاها وقال لها انت بتعملي مصايب، لكن في الآخر زي كل مرة سكت ووافق.
سافرت سارة مع خالتها وولدت هناك ولد وسموه عبد الرحمن، اتسجل باسم صباح وجوزها. وسارة رجعت المنصورة كأن ولا أي حاجة حصلت، لكن الحقيقة إنها رجعت وقلبها بيتقطع. ابنها اللي من لحمها ودمها في حضن غيرها. عدت السنين وسارة اتخطبت لشاب محترم من سوهاج اسمه أسامة، راجل جدع وطيب مدرس علوم. لكن عزة كان في دماغها حاجة تانية. قبل الجواز خدت بنتها وعملت عملية ترقيع علشان ما يبانش اللي حصل. اتجوزت سارة وبعد شهور بقت حامل وجابت بنت وسمتها أميرة. أميرة كبرت وبقت دلوعة البيت، الكل بيحبها والكل متعلق بيها. وفي يوم رجعت صباح من السفر مع جوزها وابنها عبد الرحمن اللي كان دلوقتي بقى شاب كبير وسيم ومتعلم. وأول ما شافته سارة قلبها وقع. ده ابنها الحقيقي اللي الناس كلها فاكراه ابن خالتها. مرت السنين وكبرت أميرة وكبر عبد الرحمن، والكارثة اللي محدش كان متوقعها حصلت. عبد الرحمن قال لأبوه عصام إنه عايز يتجوز أميرة بنت سارة. البيت اتقلب صراخ وانهيار ورفض وما تفتحش الموضوع ده تاني. لكن عبد الرحمن أصر، إحنا مش إخوات وأنا بحبها وهي بتحبني. الأهل حاولوا يخفوا السر بأي تمن، لكن الشباب كانوا خلاص متعلقين ببعض. أسامة جوز سارة في الآخر وبمنتهى البساطة جوز بنته لأقرب راجل ليهم عبد الرحمن، وهو مش عارف الحقيقة. الليلة دي كانت بداية النهاية. سارة انفجرت وقالت الحقيقة. عبد الرحمن ابنها من الجواز السرية وأميرة بنته، يعني هما الاتنين اخوات من الأم. أسامة ما استحملش، ضرب مراته ضرب مبرح، والجيران دخلوا لقوا سارة غرقانة في دمها. نقلوها على المستشفى وبعد ساعتين توفت. الشرطة قبضت على أسامة وفي حالة انهيار اعترف بكل اللي حصل. الموضوع وصل للمحكمة وتحليل الDNA أثبت الحقيقة الصدمة. عبد الرحمن وأميرة اخوات من الأم. القضية تحولت لقضية رأي عام، وفي 2 يوليو 2023 محكمة جنايات المنصورة حكمت على أسامة بالسجن 3 سنين بتهمة ضرب أفضى إلى موت. القصة دي واحدة من أبشع وأغرب قضايا خلط الأنساب والخيانة اللي حصلت في مصر. قضية بتعلمنا إن الكذب والخداع عمرهم ما يعدوا على خير، وإن كل ذنب وراه عقاب حتى لو بعد سنين. ودي كانت قصتنا النهاردة من الصندوق الأسود. قصة بتأكد إن الشر ساعات بيكون أقرب لينا من اللي متخيلينه. قبل ما تقفل الفيديو قولي في التعليقات انتوا شايفين الغلطان الحقيقي في القصة دي مين. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش علشان يوصلكم كل جديد من أسرار وقصص الصندوق الأسود. أشوفكم في القصة اللي جاية، وخليكم فاكرين دايما إن مش كل الحكايات اللي بنسمعها مجرد حكايات، ساعات بتكون جرس انذار. واشوفكم في الحلقة اللي جاية. سلام.